السلام عليكم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا من القلب عن خطورة القدم السكري. النهاردة هنتكلم عمليا ازاي تحمي رجلك بالعناية اليومية والأكل الصحي. أول حاجة، الأكل مش بيظبط السكر وبس، لا ده كمان بيحافظ على الأعصاب والدورة الدموية، وده معناه إن الدم يوصل كويس للرجل. ركز على الأكلات اللي فيها فيتامين B12 زي الكبدة والبيض واللبن، لأنه بيساعد على حماية الأعصاب من التلف. خد كفايتك من أوميجا 3 زي السمك والمكسرات عشان تحافظ على الدورة الدموية. قلل السكريات والنشويات علشان تحافظ على السكر ما يعلاش، علشان ما يأثرش على الأعصاب. اشرب مية كفاية عشان الجلد ما ينشفش وما يحصلش تشققات في الجلد. ثانيا، العناية بالقدم. العناية اليومية بالقدم نعملها ازاي؟ بص يا سيدي، كل يوم قبل ما تنام بص على رجلك، اي جرح او اي احمرار بلغ الطبيب فورا. اغسل رجلك بميه فتره، لا هي ساقعه قوي ولا هي سخنه قوي، ونشفها كويس خصوصا بين الصوابع. رطب الجلد بكريم مناسب، بس ما تحطش الكريم ده بين الصوابع. قص ضوافرك بحذر، وخلي بالك ما تخليهاش في اجزاء منها حاده، وكمان ما تقصش قريب قوي للجلد. ما تمشيش حافي حتى في البيت، والبس شبشب طبي ناعم. لو بتحس بتنميل او سخونه او وجع اوعى تسكت، علشان ده ممكن يكون انذار. لو حسيت ان الفيديو ده مفيد ابعته لاي حد تعرفه مريض سكر، ولو ليك تجربه او سؤال اكتبهولي في الكومنتات. عافانا وعافاكم الله.